تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس. هنستخدم في صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين بطاطس وبصل وصلصه جاهزه وملح وفلفل. همسك البطاطا اقشرها والبصل اقشره واقطعه وارجع لكم. تعالوا بصوا كده معايا، ادي البطاطس وادي الطماطم وادي البصل قطعناه وادي الصينيه اللي هشتغل فيها، وعندي هنا مج ميه الا ربع، والصلصة برضو حط عليها ربع بقى مج، وهنا البصل حطيت عليه الفلفل، هحط عليه الملح وادعكه. حطيت البصل والملح والفلفل مع بعض ودعكتهم مع بعض. هبدأ اضيف عليهم البطاطس. حطيت عليهم البطاطس، هقلبهم تقليب كويس. قلبنا البطاطس مع الملح والفلفل والبصل، حطيناهم كده مع بعض. هبدأ احط بقى في الوقت ده الصلصة، وكوباية الا ربع، اللي هو مج قصدي الا ربع ميه. تعالوا بصوا كده بقى معايا، ادي برضو فصوص الثوم، فصين توم 2 بالعدد، قطعيهم حلقات كبيره عشان اللي مش عايز الثوم يبقى يشيله من قدامه. انا كده صينيه البطاطس جاهزه عندي، هحط عليها معلقه زيت زيتون واحطها في الفرن. الصلصه اللي كانت مجمده هي المتقطعه على الوش دي، لما تخش الفرن هتسيح وتندمج مع السوائل اللي تحت، بقيه الصلصه اللي تحت. يلا تعالوا معايا كده شوفوا الشكل النهائي لصينيه البطاطس بتاعتنا، ني في ني، جميله جدا ووشها متحمر وجميله. جربوها ان شاء الله باذن الله تعجب.